السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو اللي نتمنى يلقاكم كامل بخير وعلى خير، ودائما مع الوصفات اليومية السهلة والبسيطة والأكيد بنينة. راح نحضروا اليوم زوج وصفات سهلين اقتصاديين. الوصفة الأولى كما شفتوا في بداية الفيديو هي فلان باتيسير ولا فلان المقاهي بطريقه اقتصاديه بزاف بزاف وتجي بنينه. والوصفه الثانيه هي هذا الشوربه ولا شريبه تاع تليتلي بزاف بزاف بنينه. تبعوا معايا طريقه هذه الوصفات والمقادير تاعهم، وان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. ما تنسوش اخواتاتي البارطاج، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم مع صحاباتكم مع الاهل العائله تاعكم، وما تنسوناش بيجام وكومنتار تحت الفيديو. هنا اولا عندي نص كاس تاع السكر، وعندي حبه بيض للعجينه. هنا راح نحضروها بالزيت بدون زبده، يعني قلت لكم اقتصاديه، يعني اقتصاديه 100%. هنا عندي نص كاس تاع السكر مع حبه بيض، خلطتهم بعد ضفت كاس تاع الزيت، نخلطوهم مليح مليح. نضيفوا لهم من بعد زوج مغارف تاع المايزينا ولا زوج مغارف تاع نشا. اكيد بعد ما نخلطوهم مليح مليح نحسوا هذاك السكر شغل بدا يذوب. هنا نضيف ملعقه كبيره تاع لافاني، اكيد باش نكهو العجينه تاعنا وما تبقاش يعني هكا بدون ذوق. لانه راح نديرو الفلون باتيسير تاعنا ولا فلون مقاهي بذوق الفانيلا، اكيد راح نديرو في العجينه ثاني لافاني. هنا بعد درت ملعقه صغيره ماشي معمره مليح تاع خمره الحلويات، وعندي زوج مغارف تاع نشا، نخلطوهم هذو مليح مليح. من بعد نبداو نلموا العجينه تاعنا بالفرينه. العجينه نتحصلوا عليها ماشي يابسه وماشي طريه بزاف، يعني تكون مليحه كيما تاع صابلي، كيما تاع فوالا كيما تاع صابلي ولا كيما تاع حلوه الطابع. نتحصلوا عليها تكون طريه، ما نشفوهاش باش تجيكم هكذا طبقه من تحت مقرمشه، تجي بزاف بزاف بنينه صدقوني. يعني اقتصاديه، خير ما ديروها بالمارغرين. هنا بعد ما نلموا العجينه تاعنا مباشره، يعني ما نخلوها ترتاح، ما نخلوها والو، نروحوا نحلوها في الصينيه. هنا قطر ولا طول الصينيه اللي رايحين نخدموا بها هذه المقادير راح تجيكم يعني مضبوطه، يعني ما تبقى لكمش ولا غرام. في الصينيه تاع 30 على 40 تقريبا كامل. عندنا الصواني هذوك تاع الالومنيوم اللي يجوا فيهم 30 على 40. هنا نحكموا قلت لكم العجينه مباشره، ما نخلوها ترتاح، ما نخلوها والو. نحكموا ورق الطبخ ونديروا فوقه بلاستيك ولا ثاني ورق الطبخ واحد اخر من الفوق، ونحلوها هكذا رقيقه. من بعد نديروها في الصينيه، ومن بعد نكملوا المراحل. هنا كما شفتوا هذه الصينيه تاع 30 على 40 تجي يعني العجينه فيها سوا ما تجيكم زايده، ما تجيكم ناقصه، ما تجي رقيقه. لازم هذه الطبقه تكون رقيقه، وتحلوها كامل كما راكم تشوفوا. نسويوها بالكوبات، بلاكوبات هكذا، ونسويو كامل السطح تاعها. نحاولوا نحيو هذوك لي طرس تاع الاصابع ونخلوها جانبا، يعني ما تغطوهاش باش احنا ماذا بينا تنشف لنا هذيك الطبقه الفوقانيه، وما تثقبوهاش. هنا ما تثقبوهاش باش كي نفرغوا الكريمه تاعنا الكريمه ما تهبطلناش تحت العجينه وتتحرق. خلوها كيما راهي، ما تثقبوهاش، خلوها مهويه هكذا شغل تنشف من الفوق. دير هذيك الطبقه الناشفه من فوق العجينه، احنا نسحقوها معليش. هنا نروحوا للمقادير. هنا عندي 160 غرام تاع السكر، عندي 4 حبات تاع البيض، وعندي لافاني. خدمت بهذه اللي كي تاع بات برو، تجي بزاف بنينه، يعني عندها ذوق مليح بزاف. ومن بعد نضيفوا الانشا اللي هما 7 مغارف، يعني وزنتهم لكم هنايا 7 مغارف تاع انشا. نخلطوهم مليح مليح، نزيدوا لهم لتر تاع الماء. مع الاول نخلطوا نص لتر تاع الماء مع ذاك نشا، نحلوه مليح باش يتحل لنا مليح. ومن بعد نضيفوا نص لتر ونضيفوا لتر واحد اخرى، يعني هنا كامل عندنا 2 لترات. اولا نديروا 4 حبات بيض مع 160 غرام تاع السكر، نضربوهم مليح.
نزيد لهم لافاني ليكيد، من بعد نزيدوا لهم هذيك 7 مغارف معمرين مليح مليح تاع نشا مع نص لتر تاع الماء، نخلطهم مليح مليح حتى تذوب لنا هذيك نشا، ونزيدوا لها نص لتر تاع الماء، عفوا الماء ماشي حليب، الماء، ومن بعد نزيدوا لها اللتر تاع الماء، يعني كامل الماء نسحقوا 2 لترات في هذا المقادير، نسحقوا 2 لترات تجيكم مع الصينيه سوا. نحطوهم فوق النار، نزيدوا لها مغرفه كبيره تاع لافاني بودر، يعني باش نعزوا هذيك النكهه تاع لافاني. نزيدوا لها مغرفه كبيره تاع لافاني، نخلطوا كامل، نحطوها فوق النار، تكون على نار متوسطه، ولكن لازم تبقاو تحركوا ما تحبسوش، خاصه كي تبدا تسخن برك لازم تحركوا باش ما تحبطلناش هذاك النشا ويتحرق لنا ويعطينا ذوق ماشي مليح في الكريمه. شوفوا هنا بدات تعقد لي الكريمه تاعي، ونبقاو نحركوا، يعني راح تديلكم وقت لانه 2 لتر تاع الماء، واكيد الماء بارد لانه ما نقدروش نديرو سخون على النشا باش ما يتكربعناش، الو نديروه بارد. راح يحكم لكم الوقت، وخاصة على نار متوسطة، تشد لكم الوقت بين 20-25 حتى نص ساعة على حسب يعني الفرن تاعكم، السونسيال ديروه على نار متوسطة، ماشي قوية ماشي هادية كامل، وتبقاو تحركوا فيها حتى تعقد لنا. كي تشوفوها عقدت ودارت هكذا، شوفوا تبدا شغل تخرج لنا فقاعات، خلاص هنا نروح مباشره نفرغوها على هذيك العجينه هنا ما طيبتها ما والو، نحطوها مباشره على العجينه. شوفوا هنا كي قاعده نحرك فيها، راكم شفتوا وريت لكم الكسرونه، يعني ما لصقتليش ما هبطتليش كامل الكريمه تحت. نديروها فوق داخل الفرن، تطيب على درجه حراره 180. هنا الفرن اكيد كنت سخنته من قبل. هنا نولوا للطبقه الفوقانيه ولا الكراميل اللي راح نديروه من الفوق. درت نص كاس تاع السكر، حطيته في مقله وخليته على نار هاديه، وخليته يذوب هكذا يعني يتكرمل. وعندي ملعقه كبيره تاع نشا، عندي كاس تاع الماء، الملعقه تاع نشا حللتها في نص كاس تاع الماء، حللتها الماء بارد، والنص الاخر تاع الماء درته في الميكرووند، نسحقوه يكون يغلي، لازم يكون يغلي. هنا حطيت قلت لكم نص كاس تاع السكر، خليته يتكرمل على نار هاديه هكذا حتى نشوفوه بدا يذوب. هنا نبداو نستعملوا الملعقه، نخلطوه هكذا ونسخنوا هذاك الماء، قلت لكم نص كاس تاع الماء نسخنوه يغلي، يولي يغلي في الميكرووند ولا في كاسرونه، لا ما عندهاش ميكرووند تسخنوا في الكاسرونه. نشوفوا راه يغلي، نحطه مباشره يعني باش ما نديروش الماء بارد ما يجمدلناش هذاك الكراميل. نخلطوه كامل، كي نشوفوه بدا تخلط نديرو هذاك الخليط تاع الملعقه تاع المايزينا مع نص كاس تاع الماء. هذه المرحله نديروها حتى نشوفوا الفلون تاعنا طاب، يعني خلاص طاب تحمر من الفوق، باش نطيبوا هذه الطبقه تاع الكراميل، لانه لازم نخدموه نابليكيوه فوق الكراميل ولا فوق الفلون وهو سخون، يعني باش يمشي لنا وما يعني ما يجمد لناش. هنا بعد ما قلت لكم الفلون كراميل الفلون تاعنا الفلون المقاهي تاعنا نطيبوه في الفرن على درجه حراره 180، نكونوا سخنا الفرن تاعنا من قبل على درجه حراره 200. كي يسخن مليح وندخلوا الصينيه تاع الفلون لداخل، نهبطوا لدرجه الحراره على 180. انا عندي فرن المروحه، شعلت له مباشره، شعلت المروحه وخليته يطيب راح يدي لكم بين 45 حتى 50 دقيقه الطياب، يطيب لكم يعني مليح. شوفوا كيفاش طاب هنا بعد ما طاب وخرجته من الفرن. درت هذاك الكراميل اللي طيبته، ولا كي تشوفوا بدا يتحمر طيبوا الكراميل تاعكم باش كي تخرجوا الصينيه تاعكم مباشره يكون وجد لكم هذاك الكراميل، ونابليكيوه من الفوق، يعني نحطوه هكذا بالبانسو، نفرغوه فوق الفلون ونابليكيوه بالبانسو. هنا شوفوا باش يمشي لكم، يعني باش لو كان تخلوه يبرد يعني يولي لكم هكذا شغل جامد، ماشي حجره ولا جامد هكا كيما الفلون، ولا ما يمشي لكمش فوق الفلون، ولكن كي تكون هكذاك سخون راح يمشي لكم. من بعد تدخلوا وتخلوا الفلون تاعكم هكذا يبرد شويه، لانه قلت لكم هنا راه مازالو سخون، حتى الكراميل مازالو سخون. تخلوه واحد ربع ساعه 20 دقيقه وندخلوه للثلاجه، نخلوه يبرد 4 سوايع 5 سوايع 6 سوايع، يعني تقدروا ديروه
الصباح وتقدموه مع العشيه ولا الديسير في الليل، ولا تقدروا تخدموه في الليل تخلوه يبات في الثلاجه وتقدموه في الصباح يعني في الغداء ولا الديسير مع العشيه ولا ليسونسيال كل واحد وقتاش يحب ياكلو. المهم هنا تحطوه في الثلاجه يبرد مليح مليح، يعني 4 سوايع 5 سوايع كي تكون الثلاجه تبرد مليح تكفي يكون بارد مليح مليح. صدقوني وصفه توب بزاف بزاف هايله. هنا يعني الحبات تقدروا تقسموهم صغار ولا كبار يعني نتوما كيما حبيتوا. هنا نروحوا للوصفه الثانيه اللي هي الشوربه تليتلي، تجي بزاف بزاف بنينه. هنا في كوكوط حطيت شويه زيت، زوج مغارف تاع الزيت، حطيت حبه بصل ربيتها في الاشواط، وهنا شويه كميه صغيره تاع اللحم. هنا تقدروا تستعملوا الدجاج ولا اللحم الغنمي كيما حبيتوا المتواجد عندكم. وحطيت حبه قرعه صغيره وحبه زروديه تكون شويه طويله، وقسمتها على زوج هكا. بعد ما لقيتهم وغسلتهم قسمتهم على زوج. من بعد هنا نقليو كل شيء مع بعض، نزيدوا له شويه ملح، شويه فلفل كحل، وشويه عكري، وشويه قزبر، ورشه خفيفه تاع الكركم. تقدروا تستغنوا على الكركم وتكفي هذا التوابل ثلاثه اللي هي فلفل كحل والعكري والقزبر. القزبر اكيد البودره. من بعد نقليو مليح مليح ونزيدوا له مغرفه كبيره تاع طماطم مصبره. اللي هنا اللي عندها طماطم حب طايبه مليح تقدر تزيد لها حبه مرابيه. هنا ما كانش عندي حبه طماطم طايبه مليح، شفت يعني ما كانش عندي، كانوا عندي غير يابسين هذوك ماشي طايبه مليح ما درت لهاش. المهم هنا بعد ما نقليو هذوك نزيدوا له شويه ماء باش ما تحرقولناش هذوك التوابل والطماطم هذيك المصبره اللي درتها. نزيدوا له شويه ماء ونخلوه يتقلى حوالي فنجان تاع ماء برك، نخليوه يتقلى ونزيدوا له اغصان تاع الكزبر قطعتهم هكذا رقيق، ونكونوا درنا الماء يغلي حوالي 2 لترات. هنا 2 لترات يدينا في هذه الكميه، ونغرقوا الكوكوط تاعنا ونخلوه كل شيء يطيب. بعد ما يعني حوالي 25 حتى نص ساعه ولا تشوفوا اللحم تاعكم طاب والخضره ثاني طابت، نحيو هنا الخضره راح نطحنها. ودرت هنا نص كاس تاع تليتلي، يعني لحقت حتى لهذوك الخط تاع الكاس اللي يدي 220 مليلتر. درتو تليتلي تاعي في هذا المرق. وهنا هذيك الحبه تاع زروديه والحبه تاع القرعه عاودت درتهم في الاشوار هذيك اللي طحنت فيها البصل مع شويه مرق. نحيت شويه مرق وطحنتهم هكذا ولات كي بيوري. ولا تقدروا غير بالفرشيطه يعني غير باش ما تبقاش هذوك القطع تاع الخضره. درتهم في الاشوار ودرت وغلقت الكوكوط تاعي وخليته يطيب حوالي 4 ساعات. ويطيب لنا التليتلي يطيب وخلوه. من بعد تشوفوا كيفاش يجيه بزاف بنين ثاني. خلوه هنا يعني راني نشوف فيه مازال ما كيفاش نقول لكم المرقه مازال ما اختارتش. نحيت لقطه تاع الكوكوط ودرت لها الغطاء الزجاجي هذا وخليته يطبخ. وشوفوا هنا في النهايه كيفاش جا التليتلي وجا بزاف بزاف بنين. صدقوني جا رائع مع طبق سلطه وهكا تقدموا مع شويه سكالوب ولا اي طبق جانبي معه، راح تكون وجبه كامله متكامله. وهنا بالنسبه للفلان تاعي بعد ما برد، شوفوا لي هذاك المنظر وشوفوا لي هذيك البنه، صدقوني رائع. هنا شوفوا نقطعوا هذا الصينيه على نص ونزيدوا من بعد على كل نص نقطعوها على نص، يعني هنا تعطينا 8 حبات في هذا البلا. تقدروا حتى تروحوا ل 12 حبه يعني، لانه هنايا قطعتهم صراحه قطعتهم حبات كبار. المهم هنايا بعد ما نقطعوا تشوفوا القوام تاعو كيفاش يجي. انا اكيد بعد ما برد يعني قلت لكم حطوه حوالي 4 سوايع 5 سوايع. انا بعد ما حضرته مع الظهر هكذاك درته في الثلاجه، قدمته كتحليه في الليل يعني بعد العشاء. شوفوا القوام تاعو كيفاش يجي. وهذيك الطبقه صدقوني الطبقه تاع العجينه اللي من تحت تجي كي صابلي تجي كروستيون هكا مقرمشه مع هذاك القوام من الفوقاني طري. راح يعطيكم قوام متجانس متناسق بزاف بزاف هايله. نتمنى تجربوا هذه الزوج وصفات يعني راهم وقتهم، خاصه هذا اليومين قلت لكم راهي شويه بروده يعني الحمد لله على هذه البروده.
ونقدموا هذا الفلون. شوفوا كيفاش يجي، هذيك الطبقه راهي طيبه، شوفوا كيفاش تلونت بنيه، والفلون جا بزاف بنين. هنا وصلنا لنهايه الفيديو. استودعكم الله والسلام عليكم.